Next day, Hakim holds his first press conference in Iran. And despite strong anti-American statements while in exile, Hakim presents himself as a moderate to the world's media. Hakim has taken a seat on the American-sponsored six-man leadership council that will form an interim Iraqi government. It's believed the only reason why the Americans let Hakim return is to undercut Saada's growing influence. But Hakim is struggling to blend theocracy with democracy. اجتمعنا مع المعارضة العراقية واتفقنا على قيام حكم ديمقراطي يحترم الإسلام دينا وقيما وشريعة، وهذا نظام لا هو إسلامي بالمعنى المصطلح من الأنظمة الإسلامية ولا هو علماني، لأن النظام العلماني لا يحترم الدين، يحترم الأشخاص، لكن الدين لا يحترمه النظام العلماني. لكن نحن نعتقد أن من أجل حل المشكلة الحقيقية القائمة الآن بين المسلمين هو أن يكون هناك نظام ديمقراطي يحترم الإسلام ويحترم الدين الإسلامي والقيم الإسلامية والشريعة الإسلامية. فبالنسبة للشباب وللشابات وهم كثيرون في العراق وحتى خارج العراق، ولا تستغربوا، هناك مغاربة من الذين استبصروا فصاروا في ضمن هذه الظاهرة، هناك مصريون وهناك سوريون، هناك من عدة دول، وحتى من الذين يعيشون في أوروبا في الغرب. القضية قضية صارت واسعة، فهذه القضية إذا يراد لها أن تعالج لابد أن تعالج في ضمن برنامج، في ضمن إطار سليم. اليماني بخصوص هذا الشخص الذي أعتقده أن هذا الرجل واقع في شبهة وفي شبهة مستحكمة، وأنا أعتقد هو يعني وقع في ورطة وما يستطيع أن يخرج منها. يعني هو قال شيئا بسبب شبهة، واقع في شبهة مستحكمة. أنا هنا لا أريد أن أتهمه بالماسونية أو بالعلاقة مع إسرائيل أو مثل ما يقولون عنه، هذا كلام نحن نعرفه في سوق السياسة، مثل هذا الكلام يقال، لا علاقة لي بمثل هذا الكلام، لكنني من خلال قراءتي لما هو موجود أجد أن هذا الرجل واقع في شبهة. أنا سأقيمه بحسب ما أرى، قد أكون مخطئا قد أكون مصيبا. وعن كتاب فتوحات القدس لابن عربي في كلام له عن الإمام المهدي عليه السلام جاء فيه نقلا عن كتاب نور الأنوار في الصفحة 354: ويدعو بالسيف ويرفع المذاهب عن الأرض، فلا يبقى إلا الدين الخالص. أعداؤه مقلدة العلماء أهل الاجتهاد، بما يرونه من الحكم بخلاف ما ذهب إليه أئمتهم، فيدخلون كرها تحت حكمه خوفا من سيفه، ولولا السيف بيده لأفتى الفقهاء بقتله. وحركة أحمد الحسن اليماني التي خلفت اشتباكاتها مع القوات العراقية مئات القتلى والجرحى في البصرة والناصرية في المناسبة نفسها هذا العام، وفي الوقت الذي يرى فيه باحثون أن أسباب نشوء هذه الحركات تعود إلى جاذبية وغموض فكرة المنقذ والمخلص الذي يملأ الأرض عدلا بعد أن ملأها الحاكمون ظلما. حركة أحمد بن الحسن اليماني، واسمه الحقيقي أحمد إسماعيل قاطع، هي أسبق هذه الحركات الشيعية ظهورا في العراق. نشأت بعد الغزو الأمريكي عام 2003، وتعتمد على فكرة أن المهدي الإمام الثاني عشر المنتظر لدى الشيعة الإمامية له 12 سفيرا يقومون مقامه أثناء غيبته، وأن اليماني هو آخر هؤلاء السفراء.
وأيضا في يوم الخلاص بنفس المعنى أعداؤه الفقهاء المقلدون يدخلون تحت حكمه خوفا من سيفه وسطوته ورغبة فيما لديه. وفي بيان الأئمة عليهم السلام الجزء الثالث الصفحة 298 عن أمير المؤمنين عليه السلام: وينتقم من أهل الفتوى في الدين لما لا يعلمون فتعسل لهم ولأتباعهم، أكان الدين ناقصا فتمموه أم كان به عوج فقوموه، أم الناس هموا بالخلاف فأطاعوه أم أمرهم بالصواب فعصوه. لذلك يعني القضية باتت شبه مستحكمة، وأنا من هذا المكان إذا كان يستمع لكلامي أنا الحقيقة أنصحه من هذا المكان. أقول يعني الآن المجال مفتوح، الإنسان ممكن يخطأ ويشتبه، ممكن يتراجع عن خطئه، حتى إذا لم يعترف بشكل علني ممكن يتراجع عن خطئه، ولندع الناس كل واحد يذهب في طريقه. هؤلاء أعداد كثيرة من الشباب من محبي أهل البيت، وأنا على استعداد، يعني أنا على استعداد على معاونتك في هذه القضية. أنا أعرض ما أتمكن من مساعدتك في هذه القضية، وأنا ما عندي جهة اتصال معك، لكن يمكن من خلال البريد الإلكتروني للقناة يعني أن ترسل لنا أي رسالة أي إشارة، ونحن ممكن يعني إذا كان هذا الشيء يكون فيه فائدة لإخواننا لأخواتنا لأبنائنا لبناتنا من محبي أهل البيت، أنا على استعداد أن أعينك في هذه القضية، أن تخرج من هذه الورطة بقدر ما أتمكن، بقدر إمكانياتي المحدودة. الإنسان الناجح والفالح في حياته أن يستفيد من وقته أكثر في خدمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والقضية هذه قضية اليماني مع أنها قضية واسعة صارت منتشرة في العراق وحتى خارج العراق، ولا أدري لما لا تهتم المؤسسة الدينية بهذا الأمر. طبعا أنا هنا لا أريد أن أحرض على ظاهرة اليماني، على شخص اليماني أو على أتباع اليماني أبدا، إني لا أؤمن بالتحريض أو باستعمال القوة. وفي سفينة البحار ومدينة الحكم والآثار الجزء الثاني صفحة 57 والصفحة 58 من الجزء الرابع عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام أنه قال لأبيه هاشم الجعفري: يا أبا هاشم، سيأتي زمان على الناس علماؤهم شرار خلق الله على وجه الأرض، لأنهم يميلون إلى الفلسفة والتصوف ويذلون شيعتنا وموالينا، فإن نالوا منصبا لم يشبعوا عن الرشا، وإن خذلوا عبدوا الله على الرياء، ألا إنهم قطاع طريق المؤمنين والدعاة إلى نحلة الملحدين. هذا المنحرف المدعو بأحمد الحسن بهذا التصريح وبهذه الصراحة، وينبغي على الحكومة وعلى السلطات أن تتعقب هذا المجرم. تعقبوا هؤلاء المنحرفين الضالين الذين يريدون أن يحرفوا الأمة وشيعة أهل البيت. وأقولها بضرس قاطع: هذه فئة ضالة يجب القضاء عليها. انتهى الأمر بعد. اللهم اشهد إني
بلغت. وانظروا خبر هلاكه المنشور بعد 6 أيام من مواقعه. الآن انظروا لوقت الوفاة ووقت سبه، حيث لم يمهله الله سبحانه إلا أياما معدودة. تاريخ السب ليلة 9 من محرم الحرام. تاريخ الهلاك 15 من محرم الحرام بحادثة سير هشمت رأسه، يعني 6 أيام فقط. وعن أمير المؤمنين عليه السلام في خطبة طويلة يذكر فيها آخر الزمان: وتميل الفقهاء إلى الكذب، وتميل العلماء إلى الري. إلزام الناصر في إثبات الحجة الغائب، الجزء الثاني، الصفحة 195. أيها الناس، لا يخدعكم فقهاء الضلال وأعوانهم. اقرأوا، ابحثوا، دققوا، تعلموا، واعرفوا الحقيقة بأنفسكم. لا تتكلوا على أحد ليقرر لكم آخرتكم، فتندموا غدا حيث لا ينفعكم الندم. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. هذه نصيحتي لكم، ووالله إنها نصيحة مشفق عليكم رحيم بكم، فتدبروها وتبينوا الراعي من الذئاب. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث المعراج: لما عرج بي ربي جل جلاله أتاني النداء: يا محمد. قلت لبيك، إلى أن يقول: وخروج رجل من ولد الحسين بن علي بن أبي طالب، وخروج الدجال يخرج من المشرق من سجستان، وظهور سفيان. هذا التصور الموجود عندنا أن الإمام المهدي صلوات الله عليه عند بعضنا يأتي وبدون أي مقدمات وبدون أي مؤونة، وإذا بالكرة الأرضية كلها تخضع له. هذا التصور تنفيه الروايات. أكو هنالك جبابرة حاكمون، أكو هنالك طغاة، أكو هنالك أفراد مصالحهم تتعرض للخطر. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عندما جاء ألم ينكره بعض علماء اليهود والنصارى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، بعضهم طبعا، ولكن هنالك مصالح في القضية. جماعة يخرجون إلى الإمام المهدي ويقولون لا حاجة لنا فيك، ارجع من حيث أتيت. الطواغيت ما حاربوا النبي صلى الله عليه وآله. ليش؟ الطواغيت حاربوا النبي صلى الله عليه وآله ويحاربون الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. وعن الباقر عليه السلام في الإرشاد للمفيد، الجزء الثاني، الصفحة 384: إذا قام القائم عليه السلام سار إلى الكوفة فيخرج منها 10,000 نفس يدعون البدرية، عليهم السلاح، فيقولون له: ارجع من حيث جئت، فلا حاجة لنا في بني فاطمة. فيضع فيهم السيف حتى يأتي على آخرهم، ثم يدخل الكوفة
ويقتل بها كل منافق مرتاب، ويهدم قصورها، ويقتل مقاتليها حتى يرضى الله عز وعلا.